السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه. حصريا راح نشارك معكم اخر اخبار ولا اخر ما قالته جريده الكره نيوز عن الحارس رحماني ومشاركته امام المولوديه. طبعا ستكون محل شك. تدل كل المؤشرات أن شبيبة القبائل ستكون محرومة من أحد أبرز عناصرها لوقت طويل جدا، ويتعلق الأمر طبعا بالحارس شمس الدين رحماني الذي سيبدأ في الأيام القليلة القادمة في تطبيق برنامج خاص، الأمر الذي يعتبره المعني أنه فرصة للوقوف على مدى جاهزيته للقاءات القادمة. لكن وإلى غاية كتابة هذه الأسطر تبقى مشاركته في لقاء الجولة 13 أمام مولودية البيض ليست مؤكدة، وهو ما ينبغي انتظار جديده إلى غاية الساعات التي تسبق تنقل الشبيبة إلى العاصمة. أجرى فحوصا طبعا معمقة أمس كما سبق ونشرنا إليه في أحد أعدادنا السابقة، فإن الحارس شمس الدين رحماني يخضع في الآونة الأخيرة إلى متابعة خاصة صراحة من طرف طبيب الفريق بالإضافة إلى المحضر البدني، حيث يسعيان إلى ضمان جاهزيته قبل اللقاء الرسمي الذي ينتظر الشبيبة أمام المولودية. ولو أن هذا الأمر يبقى مستبعدا طبعا بالنظر إلى عدم تماثله من هنا وإلى ذلك الوقت للشفاء بشكل نهائي، والإصابة التي يعاني منها لا بد لها من متابعة خاصة. نتمنى له إن شاء الله يا ربي كل الشفاء العاجل في أقرب وقت، ونتمنى إحنا إن شاء الله أنه يشفى قبل مولودية البيض. ماذا بين إن شاء الله يشارك مع مولودية البيض، لأنه طبعا حارس لما يكون واقف تحس بالأمان في حراسة مرمى شبيبة القبائل. ولكم الحكم في التعليقات.